السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح كيفية الحصول على النسخة المدفوعة من كلود مجانا. هنبحث في السيرش عن كليك اب، وهي دي منصتنا. من هنا نضغط get started it's free، وبعدين هنقول له sign in. لو حابب انك تسجل بايميلك من هنا مفيش مشكلة، هيبعت لك كود وهتسجل فيه زي اي حاجة، بس احنا محتاجين نعمل continue with جوجل، فانا هعمل sign in من هنا وبعدين sign up. بعد ما نختار sign up هنلاقي الايميل ظهر لنا هنا ونقدر نعمل continue with جوجل. كده هتكون فتحت معنا المنصة. هنختار من هنا بيرسونال يوز، تشوف انت سمعت عنهم من انهي منصة. طبعا بما انك بتشوف الفيديو ده فمن يوتيوب، دي ممكن نسكيب عادي. لو عايز تختار احد الخدمات اللي انت تستخدمها مفيش مشكلة. وهنا انا هختار AI. هنا بتسمي اسم الورك سبيس بتاعتك وبتعمل فينيش. من هنا نختار AI، وهنلاقي ان عندنا هنا الكريدتس. كل ما تبعت رسالة سواء طويلة او صغيرة بتستهلك او ما تستهلكش ايا كان بتاخد 1 كريدت من هنا. من هنا بنختار النموذج، وكده فعلنا النسخة المدفوعة من كلود. ممكن تستخدمه تبعت له اي حاجة اي مهمة وهياخد كريدت واحد بس من هنا. طيب دلوقتي ممكن نختبره في حاجة سريعة كده. طيب ده برومبت خفيف، هبعته له دلوقتي ونشوف هيعمل ايه. البرومبت طبعا كان زي اختبار له، والنتيجة مرضية جدا جدا. فدلوقتي هنجربه في حاجة تانية، انه يعمل لنا موقع الكتروني. البرومبت ده عبارة عن تصميم لاندنج بيج لمنتج مصباح على المكتب، او اللي هي اللمبة اللي احنا بنحطها عشان تنور لنا المكتب والسيت اب بتاعنا. طيب دي النتيجة. من هنا نقدر نفتح الموقع عشان نشوفه، فهنلاقيه عمل لنا تصميم احترافي جدا. طبعا في شوية أخطاء في الالاينمنت، بس دي عادي ممكن احنا نظبطها بكام برومت تانيين. المهم ان احنا ممكن نطلع بهذه النتيجة في أقل عدد من البرومتس، اللي هتوفر علينا وقت كبير جدا. قولي لي في التعليقات لو عايزين نجرب تشات جي بي تي سول أو جيميني 3.7 فلاش. دي نهاية حلقتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تعمل فائدة للجميع. السلام عليكم.